السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدي ووفاء، عائلة حمدي ووفاء. هنشوف النهاردة المقلب الثالث اللي حمدي خلاص ناوي ينزله. مقلب بقى عايزين نعرف ايه هو، والجمهور عايز يعرف ايه هو، والمتابعين والدنيا كلها عايز تعرف المقلب ايه هو. المقلب الثالث زي ما الحاج جابر والحاجة سعدية قالوا يا حمدي خف شوية على وفاء، فالمقلب حمدي هيقلب الدنيا عليه. يلا كده نبدأ الفيديو، ونحط لايك للفيديو واشتراك في القناة وتحطوا الجرس علشان ينزل لكم فيديوهات كاملة جدا من قناتي ان شاء الله. هنا الحاج جابر كان بيقول لحمدي يا حمدي خف شوية، لما تعمل مقالب تبقى ايه، خفيف شوية على وفاء. تمام كده تمام. وفاء دلوقتي قالت متخيله ان احنا برضو فاهمين موضوع المقلب بتاعها دوت، ومتخيلين ان احنا الناس كلها عارفه ان هو مقلب وعارفين، وهي وفاء اصلا عارفه، بس هما بقى بيلعبوا على المتابعين وكده، فبيعرفوهم بقى انها مش عارفه، وانه حمدي هيعمل مقلب تالت هينزل بيه، ان هو عايز يعمل مقلب، لان هو لما طلع عمل بوست على المنتدى قال دي سلسلة مقالب، يعني هو هيخش في سلسلة مقالب. هو نجح جدا 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 في مجموعة المقالب ديت من ساعة ما عمل معاها كذا مقلب، وعلى ريتش القناة بتاعته من ساعتها بقى يعمل، قال هعمل سلسلة مقالب. فهم السلسلة كانت بدأت بكده. فوفاء هيجي بقى الجزء الثالث، هيقول ان وفاء العيال هيقولوا لها ان ابوهم طبعا راح عندهم مطمنهم وقال لهم ان انا بخير وانا كويس، وده بعمل مقلب في مامتكم ومحدش يقول لها ومش عارفه ايه والكلام دي ناحيه ممكن عيالها يقولوا لها لما تيجي من المطار. تمام. وممكن حاجة تانية، الحاج جابر والحاجة سعدية ممكن برضو هيروح يقولوا لوفاء، هيحكوا لها الامر كذا كذا كذا، ان حمدي متفق عليكي وهيعمل مقلب ومش عارفه ايه وخلي بالك والجو ده. طبعا احنا زي ما قلت لكم ان احنا فاهمين ان وفاء عارفه والدنيا كلها عارفه انه يعني هو مقلب فينا احنا مش في وفاء، بس هما بقى حابين يعملوا قصة كده، ولقى الجمهور ولقى المتابع حابب الحكاية دي، وحابب ان بصوا القصة دي، لان لما نزل ستوري ونزل بوست على المنتدى يا جماعة حطوا لي مش عارفة 50 لايك، يا جماعة حطوا لي 100 لايك، والناس اتفاعلت معاه فعلا في الصور، وحطت 50 وحطت 100، متفاعلة معاه جدا جدا. يعني معنى كده ان الناس حابة المقلب بتاع حمدي، حابين المقلب بتاع وفاء، حابين بصوا حابين، هما فيلم بيعملوه بس الناس حباه. تمام. فالجمهور اهو بيتفرج وعلى لهم ريتش القناه، والدنيا بقت زي الفل، والجمهور عايز كده والمتابعين عايزين كده، وبصوا هم حبوا المقالب بتاعتهم، فحاجه بيسلوا فيها فخلاص، فهم بيعملوها زي المسلسل تتفرج عليه وتبقى عارف مثلا ان دي نهايته وكده، هم بيعملوا كده، واحنا اهو قاعدين وبنتفرج. هتبدا بقى الحكايه من هنا، الحكايه بتبدا بقى ان عيال وفاء هم هيقولوا لها لما تيجي من المطار، يا اما الحاج جابر والحاجة سعدية هيقول الوفاء وهي راح توصلهم هيعرفوها. تمام كده، وهي اساسا عارفة زي ما احنا فاهمين، هيعرفوها. من هنا بقى وفاء هتبتدي بقى، قالت ايه هو هيعمل كده، هي هتخطط له بقى مقلب تاني. فاهمين بقى القصة هتبتدي ازاي؟ هي هتخطط له مقلب تاني، وهتعمل له مقلب بقى، وبص هو هتعمل وهي هتعمل وهو هتعمل، وده والحاج جابر والاولاد هيبقوا في النص، ان هم هيوصلوا هنا ويوصلوا هنا، يوصلوا هنا ويوصلوا هنا. فبكده هتبتدي سلسلة المقالب بتاعتهم، بجد مقالب لطيفة وظريفة وخفيفة حلوة قوي. كمية التعليقات اللي بنشوفها في على الفيديوهات بتاعتهم وعلى المقالب بتاعتهم جميلة 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 جدا، كتار الناس تحب تتفرج عليهم، خصوصا الاطفال، يعني مش اطفال يعني شباب يعني صغننين بيحبوا يتفرجوا على المقالب بتاعتهم، حكايه حلوه بالنسبه لهم، حاجه حلوه بالنسبه لهم. فهنشوف بقى المقلب الثالث، فاحنا قلنا لكم ان المقلب الثالث هيبقى زي كده، هتبقى سلسلة مقالب بالنوعية ديت، يعني هي وفاء هتعرف، الحاج هيقول لها والعيال هيقولوا لها، ومن الناحية التانية هي برضو هترد المقلب لحمدي، وحمدي هيرد كده، يعني بس ايه، هتفضل كده، ده يقول وده يقول، ده يقول وده يقول.
بجد يعني حمدي نجح جدا 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 في المحتوى ده. عرف الجمهور عايز ايه، عرف الجمهور حابب ايه، فهو حب يوصل حاجة للجمهور، حب يميل مع الجمهور، حب يشوف الجمهور عايز ايه وانا اعمل له. انا يعني برضو حلو قوي الموضوع ده انك انت عارف الجمهور عايز ايه. هو عمل لما لقى الجمهور تفاعل معاه في مقلب الغابة لما ساب وفاء وكده. الجمهور اتفاعل معاه جدا جدا، وريتش القناة كان عالي جدا جدا معاه اخر فترة ديت من ساعة المقلب دوت. فهو قال لا، ده انا ابتدي بقى مقلب واتنين وتلاتة وعشرة. هي المقالب اللي جايبة شغل، هي المقالب هي، والجمهور نفسه حابب المقالب. فهو لما لقى كده فقال لا، ده انا اعمل بقى كده على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.